في مهرجان القاهرة للتمور، وعلى هامش عروض التمور نجد المجهولات اليدوية برضو لها نصيب ممتاز في العرض في حديقة الحرية هنا في القاهرة. أستاذة بسمة متواجدة بصورة كبيرة في أكثر من معرض. أستاذة بسمة، عرفي نفسك ونرحب بك. السلام عليكم، معاكم بسمة سعد. شغل الهاندميد متنوع. بعمل خشب متطعم بالكروشيه وجلد متطعم بالكروشيه، وبعمل شغل الكليم، بعمله شنط، بعمله بوكسات، حتى سرير الاطفال بنتعمل برضو بشغل الكليم. بنعمل فوانيس رمضان، بنعمل جواكت هدوم اطفال. كل المشغولات بنعملها يدويه، طواقي، كوفيات، شنط اشكال وانواع، طابلوهات مع عليها الصوره بتاعت الاشخاص. أكتر حاجة بتشغليها وبتحبيها أكتر إيه؟ شغل الأطفال؟ شغل الاطفال بيريحني اكتر. ان انا بحب اي حاجه تبسط الاطفال. جميل. طيب، يعني مع قرب حلول شهر رمضان الفانوس انا شايفه منور اهو. فانوس في دارك اهوت يا عبد العزيز. لسه هنقفله، يبقى فانوس بيغني وبينور. ده من خيوط ايه اللي في الفانوس ده؟ ده خيط مكرميه. خيط المكرميه. الفانوس نجاة. طيب، ده من خيط المكرميه. خيط مكرميه وده شاسيه حديد بنشتغل عليه وبنحط جواه اي اسطوانه، صوت، نور، بس على حسب المكنه اللي بتحطيه فيها. ودي هنقفلها فانوس. طيب ماشي، هتشرحي دي. بيبقى 4 قطع وبتتقفل فانوس، وبحط لها اسطوانه صوت وضوء بتغني وبتنور. وده برضو بنفس الحكايه، ده شكل وده شكل. الخيوط دي ايه بقى؟ ده خيط مكرميه، جنزور. ده خيط سلسله. وتعملوا له بقى القعده وتعملوا له بعمل له القعده برضو بالكروشيه، برضو بيبقى فيها اللولي بتاعها، وبحط له الاسطوانه وبيشتغل بيغني وبينور. بيبقى منه بونبونيره بتحط فيها بلح، بتحط فيها بونبوني، اي حاجه. ومنه فانوس بيعمل الاجواء بتاعت رمضان. ده الطابلو. الناس بتطلب مني اعمل الصور الشخصيه زي كده. فكره جديده، يعني فكره الطابلو بالمكرميه. بالخيط السلسله. خيط ايه؟ خيط السلسله. خيط اسمه خيط السلسله. خيط السلسله. ده اللي بنعمل منه الشنط، بنعمل منه حاجات كتير، بنعمل منه الايات القرانيه. هي فكره لذيذه، حتى كمان ينفع يتعلق بمنتهى السهوله من خلال الخيط. دخلت اللعب اللي هي البابل السيليكون، ودخلتها برضك الشنطه. طبعا البابل دي بمبلغ، انا عملتها، جبت اللعبه البابل ورحت عامله الخيوط اشتغلتها فيها وعملتها شنطه بابل وبعتها بسعر رمزي علشان الاطفال تبقى مبسوطه برضه. يعني الامهات دي لما مثلا بيقولوا لك بيحبوا دايما يشتروا ايه؟ الايات القرانيه، شنط لاطفالهم، وبيبعتوا لي التصاميم اللي هم عايزينها وانا بعملها لهم. في حتى شنط ظهر عاملاها باك اهي، دي فكره جديده برضه. هي سودا في هجيبها لك.